السلام عليكم البنات. اليوم كما شفتوا غادي نقدموا هاد الكتيف ديال الحولي بمقادير بسيطه وبعطريه زوينه وسهله وفي المتناول ديال الجميع. دونك غادي ناخذوا هنايا العطريه ديال اللحم كما شفتوا كتكون فيها الخرقوم وسكينجبير وشويه ديال الابصار ولي كاتخبي هنايا البنات غير باش كينسموا لنا. ناخذوا الثومه البنات، يعني واحد الكركوبه ديال الثومه 6 حتى 7 ديال الحبات. كنقيوهم وكنقطعوهم هكذا شرائح كبار. كناخذوا جوج معالق كبار ديال الزبده اللي غادي تهشش لنا هاد اللحيمات، ومعلقه ديال السمن وواحد طريقه ديال الزعفران ديال الشعره. غادي نديرو الزويته بلديه وغادي نحاولوا وشويه ديال الماء ونحاولوا ندخلوا هذاك الميلونج كامل في اللحم ديالنا بعد ما نكونوا فلحناه وغسلناه مزيان. غادي نفرشوا له بابي الومنيوم بابي سيلفيريزي وغادي نحاولوا نعمروا داك لو فون ديالو مزيان بديك الدغميره. وهكذا غادي من بعد نسدو عليه وندخلوه للفران تقريبا ساعه ساعه ونص ساعات. نطلو واذا كان باقي مازال خاصو البنات الطياب نرجعوه للفران حتى يتحمر لنا مزيان وكيطيب وكيجي شهوه منه. ومن بعد كنرافقوه بواحد الخضيره مفوره. دونك البنات كنقلبوه كذلك وكنكون عندنا كما قلت لكم مفلح يعني بالموس، وكنبقى ندخلو ديك العطريه لداخل مزيان. وهكذا كلشي واضح في الصوره. الملح البنات حتى هو كنضيفوا الملح، نسيت ما قلت لكمش في المقادير. كنضيفوا شويه ديال الملح، يعني الملح عارفين على حسب الذوق. هادوك اللي كتخبي البنات حتى هما من كيطيبوا كتبقاو تحسوا من كتجيو تاكلوا هذيك الترطيقه ديالهم كتطلق في الفم وكيعطيونا واحد المذاق غزال ورائع. صافي كنسدو عليه مزيان خفا زربا وكتدخلوه للفران ديالكم. ها هو البنات هنا من بعد ما دازت ساعه تقريبا حليت غادي نشوف واش طاب، وهنا لقيتو باقي مازال خاصو واحد شويه ديال الطياب غادي نرجعو. وهكذا كنبقاو نقلبوه مره في الفران ديالنا على نار تقريبا 180 درجه. هنا درتو في الفران ديال الغاز وخليته كيطيب، يعني هنا عاودت قلبته من الجهه الاخرى وكنشوف. ما باقيلوش بزاف البنات. من بعد دزنا كما شفتوا الخضيره ديالنا راه وجدناها رفقناها معاه ها هو طايب البنات ومحمر. هنا كالتزيين كيبقى على حسب الاختيار، تقدروا تزينوا بالكورنيشون والفرomاج ولي طوماط سوريز. انا هنا هذاك الشيء كله دخلته في لاصالاد ديالي. ونتمنى لا غوسيت ديال اليوم تعجبكم وتنال المستحسن ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله مع سمسمة شانيل ومع شي اخرى اللي تعجبكم. ما تنسوناش بلي لايك والاشتراك.